السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي واهلا وسهلا بكم في كورة بالبلد. قبل ما نبدأ كده فضلا وليس امرا، لايك للفيديو واشتراك في القناة دعما منكم لينا. ورسميا اشتعال الدوري المصري، والاول سنة اشوف الدوري من سنين طويلة بالقوة وبالمنافسة دي. اربع خمس فرق في الصدارة بيتنافسوا بكل جدية ومفيش فريق ناوي يحل. سيراميكا كليوباترا في الصدارة، الزمالك في الثاني، بيراميدز الثالث، والاهلي الرابع، والمصري الخامس. بعد ما فوز الاهلي النهارده على الاسماعيلي 2-0، وفوز الزمالك على سموحه 1-0، وفوز بيراميدز على انبي 2-1 في تألق ناصر ماهر الملكي. النادي الاهلي النهارده لعب مباراه يعني متوسطه، مش هنقول مباراه فنيه عاليه، ولكن تألق بعض اللاعبين. يعني بن رمضان يعود للتسجيل. تألق ديانج ايضا اللي مستواه ثابت. اي نعم بيحصل تذبذب في الاداء، ولكن ديانج هو ديانج. الساحر بن شرقي اللي ما فيش جناح في الدوري المصري يقعد معاه على القهوه. بالعمري لعب 20 دقيقه بسم الله ما شاء الله. يعني بالعمري ده اللاعب الوحيد اللي هيعوض لك علي معلول. لمسات، انطلاقات، لاعب مهاري، عرضيات بالمقاس، زي ما انت عايز تقول تقول. ويعني انا بستغرب ان بالعمري بقاله 3 شهور مريح. ازاي بقاله 3 شهور مريح او شهرين مريح ويلعب 20 دقيقه بالاداء ده؟ يعني بن عمري ده صفقه تقيله، وهي صفقه الموسم بالنسبه للنادي الاهلي. اما كاموش المهاجم ده فلو عرفوا يرجعوه دلوقتي قبل ما تنتهي فتره اعارته يرجعوه. ما عندوش لا تحركات، لا فينش، لا حس هجومي، لا اي حاجه خالص. يعني جت الكوره قبل ما يخرج بثلاث اربع دقائق، دي لو اسامه ابو علي كان مكانها الشبكه. مش عارف كاموش بيعمل ايه. طبعا الدوري هيبقى قوي السنه دي. النادي الاسماعيلي اللي انا عايز اتكلم وادي له حقه، ان النادي الاسماعيلي كتر الف خيره. هو متزايد الترتيب، ولكن تخبط في الإدارة، إيقافات، تمرد لاعبين. النادي بيمر بأصعب فترة في تاريخه. بيلعب بالناشئين. متزايد الترتيب. يعني نتمنى ان الاهلي والزمالك الاداره بتاعتهم تدعم النادي الاسماعيلي، بل اتحاد الكره الثاني يدعم النادي الاسماعيلي. ان النادي الاسماعيلي نادي كبير. دراويش مصر، برازيل الكره العربيه، مش اول فريق مصري بس يحقق بطوله افريقيا، لا ده اول فريق عربي يدخل بطوله افريقيا للعرب. طلع نجوم كبير كتيرة. خدم المنتخبات الوطنية بكل فئاتها العمرية. النادي يطلع أساطير. ما ينفعش إن النادي الإسماعيلي يسموه في الأزمة دي يعاني وحيدا. ما ينفعش الإسماعيلي يهبط أصلا. يعني نتمنى من الدولة إنها تقف مع نادي الإسماعيلي، لأنه نادي كبير وما ينفعش نترك الإسماعيلي وحيدا، لأن النادي الإسماعيلي أشبه بالمريض اللي يحتاج لتدخل جراحي سريع. فأتمنى إن الكل يقف مع الإسماعيلي ويدعمه في أزمته دي. وإن شاء الله هننزل لكم كل ما هو جديد. واشترك في القناة مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.